يا عفرين باذن الله ان شاء الله سنفتح الاكراد فتحا مميتا. ها هي القصة وهي محلات خنازير أفساكو كيكو تم بفضل الله عز وجل تحرير قرية القصة. الله أكبر تكبير الله. Abi şu cebinde ne göster olsun çocuğum. Tamam. ليش؟ منين انت شو اسم الضيعة؟ شو؟ طلع على الباب. ايه فكرة شوف يطلعوا بقول كان عند الشيخ بدأوا لهم مش عارف يصير معه. أهلا بكم أعزائي متابعات ومتابعين فايف تي في حلقة جديدة. عفرين والانتهاكات تحت مسمى الدين. بما أننا اليوم الجيل الذي يسابق الزمن، لذا نراهم يريدون العودة بنا إلى عصور جاهلية، إلى عصر الدماء والسبي والفتوحات. هناك حيث يقبل البريء يد السفاح، هناك حيث تنام النسوة تحت أقدام الرجال، هناك حيث لا يعرف للحياة معنى غير القبول بكل شيء، وكل ذلك تحت مسمى الدين ومحاربة الكفر. يدعون الإخلاص للرب والرسل، وبذلك ينتهجون أبشع أنواع التنكيل والفظاعات. وجوه قادمة من أقاصي الكهوف، ملامح تكسوها الكراهية وحب الدماء. هذا هو واقع المحتل في عفرين. سكان أصليون يهجرون من منازلهم، مستوطنات تبنى على جثث أبنائها الذين باتوا لاجئين في العراء. أراضٍ تسلب، نساء تغتصب، شباب يختطف ويقتل في الظلمات، وعالم يطفو في سبات أبدي، متيحا بذلك للتطرف بالتغلغل والانتشار في جسد عروس كردستان عفرين، متخفين بستار الدين والذي كان ولا يزال سلاحا بأيدي الجهلة والحاقدين. عفرين المنتهكة حيث تمارس على أهلنا الأيزيديين البشاعة بشتى أنواعها. مشروع بناء المستوطنات، عمليات الخطف والاغتصاب وغيرها الكثير من المواضيع أناقشها مع ضيفي حلقتي لهذه الليلة. الناشطة الأستاذة عبير علي المعروفة بفناغ الزاوي، والناشط والإعلامي الأستاذ علي عيسو. أهلا بكم. أهلا بك سيدة الشام، مساء الخير. مساء الخيرات، أهلا وسهلا، نورتونا.
بداية اسمحوا لي وبسطور بسيطة أن أعرف بضيفي حلقتي اليوم. الأستاذة عبير علي، واللي بنعرفها كلنا باسم خناف غزاوي، من مواليد مدينة عفرين. حاليا حدثت مقيمة في ألمانيا، خريجة معهد طب بشري في ألمانيا، تعمل في مجال الترجمة. نائب رئيس جمعية التضامن للأيزيديين في ألمانيا، نائب رئيس المجلس المركزي الاستشاري للأيزيديين في ألمانيا، ومنذ عام 2016 رئيسة مركز الأجانب والاندماج في مدينة اندرنا الألمانية. سيرة ذاتية رائعة أستاذ عبير، بنرحب فيك مرة ثانية. الأستاذ علي عيسو درس في كلية الاقتصاد في جامعة حلب، مدير سابق للمركز التعليمي لحقوق الإنسان، ومقره مدينة فوبرتال الألمانية، مدير بمؤسسة أيزيدينا، والتي لها أيضا مكتب بمدينة قامشلو في سوريا، ومدير مجلة زهرة الزيتون. أهلا وسهلا فيكم أستاذ عبير، وأهلا فيك أستاذ علي. الصوت مسموع؟ بداية أود البدء مع حضرتك أستاذة عبير. حبذا لو ذكرتي لنا لمحة عن تاريخ الأيزيديين في عفرين، أماكن تواجدهم، تعدادهم، مزاراتهم، كون حضرتك نائب رئيس جمعية التضامن والمجلس الاستشاري الأيزيدي في ألمانيا. تفضل. شكرا لك. في البداية بحب أشكرك على الاستضافة، وأشكر فيب تي في وكل الكوادر اللي عاملين على وبحيي المتابعين ومساء الخير. طبعا مثل ما كلنا بنعرف الديانة الإيزيدية هي من أقدم الديانات اللي موجودة في منطقة ميسوبوتاميا، وتحديدا أبناء الديانة الإيزيدية هو شعب مسالم، وحسب يعني ما بذكر التاريخ ما كان سبب لأي حروب ولا شارك فيها. بالعكس دايما كان الظلم، ولليوم الظلم دايما عليه، وهو اللي عم بيستهدف من المجتمعات الأخرى. الإيزيديين في منطقة عفرين هن موجودين من آلاف السنين، وتحديدا من القرن من القرن 12، ومتمركزين في جبل سمعان ووادي عفرين. نعم أستاذة كنا معك، تفضلي. وبمنطقة عفرين ومثل ما قلت لك جبل سمعان كمان كانوا 22 قرية ككلية أو أغلبية أيزيدية. مع الزمن، مع الانتهاكات التعديات اللي صارت عليها، يعني نحن عم نقول عام 2014 كان الجينوسايد، الإبادة 74. فطبعا الإبادات ما كانت دائما بمنطقة واحدة، فأكيد صارت بغير مناطق، كمان بمنطقة عفرين. طبعا هذا مو مسجل تاريخيا يعني بأي المناطق، يعني نسبة للتدوين التاريخ كيف ما كان هذاك الوقت يعني. بس حسب الانتهاكات اللي صارت والإبادات اللي صارت اضطروا الشعب الإيزيدي في منطقة عفرين للتوسع وللانحلال تقريبا. يعني مثل ما قلت لك كان في 22 قرية كلية وأغلبية إيزيدية. مع الوقت تشتتوا، وصار تنقل سكاني إذا كان بالغصب أو بالإرادة من
صار فيها ديانات أخرى، أو خلينا نقول أكثر من المسلمين. بحاعدد لك تفضلي. نعم أستاذة كناب، نعم بإمكانك تعداد القرى إذا بدك، القرى والمزارات ليطلعوا أيضا السادة المتابعين على الموضوع. نعم، يعني خلينا أقول قبل الحرب كان تعداد الإيزيديين في المنطقة 35,000 نسمة. 35,000 نسمة. طبعا فترة الحرب وبالذات تحديدا بعد الاحتلال التركي لمنطقة عفرين، خلينا نقول بقي بين 1500 و 2000 نسمة فقط. يعني شوفي الفارق. نعم. بحب أعدد لك كيف صوتك انقطع؟ إذا فيكي تذكري لنا بصورة يعني القرى اللي بيسكنوها الأيزيدية، مزاراتكم، أماكنكم المقدسة. أكيد. في عنا منطقة يعني القرى اللي كليا ايزيدية رح أبدأ فيها. نعم. عنا قرية فقيرة كلها ايزيدية. قرية بافلون كمان كلها ايزيديين. باصوفان كمان كلها يزيديين. في أغلبية القرى اللي سكانها أغلبية يزيدية في قصر الجندو، عنا عشقيبار، ترندة، كيمار، برج عبدالو، غزاوية، وعنا في كفرزيت كمان ذو أغلبية يزيدية. نعم. وفي قرى تانية هي نسبية ما بين 50% أو أقل سكان يزيديين. في عنا مثل قطمة، الجديدة، برات، كبيشين، فافرتين، كافرشين، قندي مازن، وبرج القاس، وكمان قرية شاديري. هذول يعني كلها كانت قرى يزدية. ومثل ما قلت لك في منهم كمان صاروا ذو أقلية يزيدية نسبة لهجرة الأديان الأخرى لمنطقة عفرين. يعني صار هذا الشيء صار طبعا بالغصب، يعني ما انه والله كان هن اللي اجوا بنفسهم. يعني مثل ما شفنا على احداث الحرب، يعني كمان التاريخ بيعيد نفسه. نفس الشيء لما وطبعا كلنا على علم ودرايه بانه منطقه عفرين كانت المثال صراحه للتعايش بين الاديان والاطياف. يعني ما كان في اي تحيز للديانات والمعتقدات. صحيح. ويعني هذا كمان من زمان، يعني هذا الشيء، واثبتوا كثير مؤرخين هذا الشيء، وحسب المستشرقين كمان يعني كتبوا انه منطقه عفرين بالذات كان فيها تعايش سلمي كبير بين الاديان الاخرى، المسلمين او والايزيديه. ف طيب استاذه كناب، خلينا ننتقل للاستاذ علي عيسو. برحب فيك استاذ علي مره ثانيه. اهلا وسهلا. دمباش استاذ درش، اهلا وسهلا فيك. شكرا. اهلا وسهلا استاذ علي دمباش. استاذ علي، حابه مع حضرتك نتطرق لموضوع التغيير الديموغرافي ومشروع بناء المستوطنات التي تقوم بها الجماعات المتطرفه بالدعم من الاحتلال التركي. حبذا لو تحدثنا عن هذا المشروع بالتفصيل وعن اهدافه وتبعاته. نعم، طبعا يعني الوضع الإيزيدي في عفرين لا يختلف كثيرا عن الوضع الكردي عموما. يعني احنا اليوم لما عم نتحدث عن فئة هم مختلفين دينيا عن الاحتلال التركي، وحتى مختلفين دينيا عن القوات الأخرى يلي جاءت مع وجود
القوات التركية. فنحن أيضا كمان عم نحكي عن مجتمع بيختلف من الناحية العرقية ومن الناحية القومية ومن ناحية اللغة ومن ناحية العادات والتقاليد من عدة نواحي أخرى مع هي القوات. للأسف دائما بتكون الاختلاف هو طابع التميز للمجتمعات، أو هو طابع إرساء السلام الداخلي، أو هو طابع لموضوع السلم الأهلي بس. ولكن لدى في عفرين وسريكانية وقريسبي هو طابع لاستمرار العنصرية تجاه سكان المنطقة، هو طابع لأجل أن ترتكب بحق أبناء هذه المنطقة المزيد من الانتهاكات. للأسف هذا هو الوضع بشكل مختصر في عفرين، سواء لأبنائنا المنتمين إلى القومية الكردية أو حتى المنتمين إلى الدين الإيزيدي. طبعا ناحية المستوطنات للأسف يعني في كتير أعداد كبيرة من المستوطنات اللي بتقوم فيها بالأغلب منظمات المجتمع المدني التابعة للحكومة التركية. تركيا بتدعم هاي المنظمات، المجتمع المدني موجودة بعفرين. هاي المنظمات تتلقى تمويلات من جهات خارجية وحتى جهات دولية أو حتى من قبل الاتحاد الأوروبي، وبتقوم بإنشاء هاي المستوطنات. طبعا أنا بدي أعطي مثال واحد يعني عن هاي المستوطنات، وهي أعدادها بكتير يعني تفوق العشرات. طبعا موضوع شاديرا، نحن قبل هي بفترة قصيرة رصدنا هذا الأمر. أرسلنا فريق الرصد اللي بيشتغل معنا بشكل سري في مؤسسة زينة للضيعة، وقاموا بالبحث والتقاط الصور والفيديوهات. طبعا كانت منظمة الأيادي البيضاء هي اللي عم تشتغل على موضوع بناء مستوطنة بتضم 96 شقة سكنية، كل شقة مساحتها 45 متر مربع، بالإضافة أنهم كانوا عم يبنوا كمان مسجد. فيعني لاحظي أنه الموضوع هو بناء قرية داخل قرية. يعني نحن اليوم ما عم نحكي فقط عن مستوطنة، ما عم نحكي عن عدة بيوت تم الاستيلاء عليها وطرد سكانها الأصليين، نحن ما عم نحكي عن بيوت أصحابها مهجرين وتم الاستيلاء عليها، نحن عم نحكي عن قرى بالكامل عم تنبنى داخل قرى كردية أو داخل قرى إيزيدية. طبعا جمعية الأيادي البيضاء يعني أنا حكيت فيها لأكثر من مرة، هي جمعية بتدعمها 45 جهة مانحة دولية. المؤسف بالأمر يعني حتى الأمم المتحدة دعمتها كثير لهي الجمعية. يعني الأمم المتحدة بعام 2019 أعطتها منحة بقيمة 6,710,000 $. طبعا بعام 2000 نعم. أنا ما سمعتك، أنت قاطعتيني، سألتي سؤال ولا كيف؟ قلت لك كيف ممكن الأمم المتحدة تدعم هيك جمعية؟ إيه تمام، أنا كنت بدي أحكي عن هذا الأمر. طبعا الأمم المتحدة أعطتها منحة لأنها تقوم بنشاطات إغاثية، يعني ما أعطتها المنحة بهذا المبلغ لحتى تقوم بعملية بناء المستوطنات، وإنما أعطتها المنحة لحتى تقوم بعمليات إغاثية فيما يتعلق بالمواد الإغاثية، الغذاء والماء وكثير أمور أخرى، أو حتى مشاريع تعليمية. ولكن إحنا الشيء يلي بنستنكره اليوم جمعية أو منظمة الأيادي البيضاء، إذا بتفتح الموقع الرسمي تبعها هي منظمة إسلاموية بحتة. إحنا طبعا أنا دائما بركز على مصطلح إسلاموي وليس إسلامي، هناك فرق كبير بين المصطلحين. هي منظمة إسلاموية دعوية، كل نشاطاتها أو معظم نشاطاتها بالداخل السوري هي نشاطات دينية بحتة. يعني بالإمكان بكل سهولة أنك تفتحي رابط المنظمة وتشوفي أنهم على أي مشاريع بيشتغلوا. فاليوم أنا اليوم كجهة دولية اسمي الأمم المتحدة لما أدعم منظمة في عندها هيك نشاطات بالداخل السوري وتحديدا نشاطات دعوية، حتى ولو أنا عم بدعمها على مشروع آخر مختلف ما له علاقة بالنشاط الديني، بس أنا بشكل أو بآخر أنا عم بدعم منظمة هي عم بتقوم بعمليات غير مشروعة، وهي عم تستولي على الأراضي غير تابعة لها، وهي عم بتقوم بنشاطات دينية متشددة ومتطرفة كمان. فهذا المبلغ إذا أنت بتقيسيه 6 مليون دولار لعام واحد و7 مليون دولار، نحن ما عم نحكي عن مبلغ 1000-2000، نحن عم نحكي عن ملايين فقط لعدة مشاريع إغاثية. هذا المبلغ هي فيها تقوم فيه بالمشروع الإغاثي بأقل من هذا المبلغ أو بنصف المبلغ، ولكن ماذا عن النصف الآخر؟ شو بتعمل فيه؟ هاي نقطة مهمة. دائما الجهة المانحة لما بتدعم أي منظمة فبتحاول أنها تعرف يعني أولويات العمل لدى المنظمة، نظامها الداخلي، يعني كتير أمور ممكن أنها تعطي طابع عن طبيعة هاي المنظمة ونشاطاتها وأهدافها تحديدا. اليوم الأمم المتحدة لما تدعم هيك منظمة طابعها إسلاموي فهذا الأمر
أنا بشوفه أمر جدا خطير. نحن عم نحاول نتواصل مع الأمم المتحدة لحتى نوقف على هي التفاصيل المهمة، وحتى نوقف الدعم لهي المنظمة اللي عم بتقوم ببناء مستوطنة داخل قرية إيزيدية. طبعا سكان القرية جميعهم رافضين لبناء هي المستوطنة، لأنه بالأساس أعدادهم قليلة. اليوم نحن لما عم نقول 35,000 نسمة قبل الاحتلال، واليوم أعدادهم ما يقارب 1000، يعني رقم جدا قليل. ونفس الأمر بالنسبة للأكراد عموما، يعني أعداد الأكراد مئات الآلاف. اليوم تقريبا النسبة المتبقية داخل عفرين لا تتجاوز 15% فقط، يعني هذا رقم جدا خطير. اليوم القرى الإيزيدية بأكملها قرى سكانها الإيزيديين هم أقلية بالمطلق، أعدادهم قليلة جدا فقط بالعشرات، بينما أعداد المستوطنين بالمئات. جوامع تبنى، يعني نحن من يومين نشرنا تقرير مصور عم يتم بناء جامع بقرية قسطل جندو، علما انه في فتره سابقه تم انه القوات او الحكومه التركيه قالت انه اوكي هي ما عاد تبني جوامع داخل قرى الإيزيدية، ولكن هذا الامر غير صحيح. سابقا كان في مسجد بعام 2018 بقريه باصوفان بنوها بداخل بيت تابع لاحد الإيزيديين. بعدها كمان عم بيحاولوا حاليا يبنوا مسجد داخل قريه شاديره مثل ما عم نحكي بداخل هي المستوطنه، وحاليا كمان بمسجد بداخل قريه قسطل جندو. بالعوده للمنظمه اللي عم تكون اللي اسمها الايادي البيضاء، طبعا المنظمه يعني المبالغ، طبعا عم بحكي انا فقط عن الامم المتحده بهذا المبلغ البسيط، فما بالك عندي 45 جهه مانحه، قد ايه هدول عم بيكون مبالغهم. المنظمه بتديرها بشكل مباشر المخابرات التركيه، هي اللي عم بتدير المنظمه. طبعا هي منا المنظمه الوحيده، يعني في عندك عشرات المنظمات الاخرى مثل جمعيه الشام الخيريه، كمان هي المنظمه عملت مشروع استيطاني ضم 300 عائله. موضوع المشاريع الاستيطانيه في لها تداعيات لاحقه. شو هي؟ احنا موضوعنا رح يكون مثل موضوع اليهود مستقبلا. يعني اليوم الصراع ما بين اليهود وما بين الفلسطينيين هو صراع على الارض. اوكي، هي الارض لمين تابعه؟ يعني اخر صراع بيناتهم موضوع انه نعم جاء ناس مثلا من غير مكان او من غير دوله، او حتى ان كانوا فلسطينيين وسكنوا بارض يعتبروها اليهود انها ارض يهوديه لنفرض، ولكن بعد سنين انه هذول السكان لما بقوا بهذا البيت فصارت الملكيه لهم نوعا ما، سواء كانوا مستاجرين او سواء كانوا شارين المنزل. فانت بعد ما 20 سنه او 30 سنه لما بدك تجي تسترجعي ارضك وتقولي اوكي انا هي الارض الاساس، الارض بتعود لها، ملكيتها لها، ولكن البناء اللي انبنى فوق الارض لا تعود ملكيتها لي، وبالتالي انا بدي اهدم هذا البناء وبدي استعيد ارضي. هون رح نوقع نحن بمشاكل جدا خطيره. بعد ما هالاشخاص قعدوا بعفرين 10 و20 سنه وصاروا يدفعوا ايجار بيوتهم او اشتروها لنفرض، بس ولكن الارض تبقى اصحابها، يعني تبقى الارض تابعه للاصحاب الحقيقيين اللي هم مهجرين. فبالتالي نحن رح ندخل بمتاهه قانونيه جدا قد تكون يعني تداعياتها سلبيه على سكان المنطقه الاصليين. طبعا في نقطه كمان مهمه، يعني استهداف الاحتلال التركي لهي القرى والسكان وحتى استهدافها للمعالم التاريخيه لمدينه عفرين هو استهداف نابع عن او استهداف له دوافع قوميه ودينيه متطرفه. ابدا منها دوافعها انه اليوم عم بيكون في انتقام لسكان القريه، نظرا بحسب ادعاء تركيا ان سكان القريه او سكان عفرين كانوا معظمهم ينتمون الى حزب كردي، وهذا الحزب مصنف على قائمه الارهاب لنفرض، او كما تدعي تركيا في ذلك. ابدا هذا الحكي غير صحيح. حرب تركيا في عفرين وفي سريكاني وفي كريسبي هو حرب قومي ديني بالدرجه الاولى، قومي يستهدف المدنيين المتواجدين في عفرين على اساس عرقي، على اساس قومي، على اساس اختلاف سكان المنطقه عن الحكومه التركيه باللغه، بالعادات، بالتقاليد، بالثقافه. هو ايضا استهداف تاريخي. يعني اليوم لما عم بتغير ملامح القرى، عم بيتم انشاء مثلا ضيعه باكملها ايزيدين ما فيها ولا جامع، انت ليش بدك تبني جامع اليوم؟ لنفرض بعد 10 سنين وتم طرد تركيا من عفرين، رح نجي مثلا نقول نحن اليوم قريه كل سكانها ايزيدين، لا يجوز انه يكون فيها جامع. يعني الموضوع منه موضوع خلافنا مع الاديان الاخرى. اليوم عفرين هي اكثر مدينه عاش فيها الايزيديون والمسلمون وغيرهم من الاديان جنبا الى جنب، يعني هذا الامر بيشهد له الجميع. اليوم الخلاف انه اليوم لازم نحن نحافظ على خصوصيه الانتماء الديني، نحافظ على خصوصيتنا كأكراد، نحافظ على لغتنا، نحافظ على ثقافتنا، حتى نحافظ على انتمائنا الديني. فبالتالي اليوم إذا أنا بدي أهدم هذا الجامع رح أدخل بمتاهة أبدا ما رح يكون في لها نهاية. نحن كيف اليوم بدنا نهدم بيت الله مثلا؟
فاليوم تركيا عم تتعمد بتغيير ملامح عفرين بالمطلق، عم تتعمد على انها تنشئ ملامح جديده فضلا عن تدخلها بكثير جوانب. يعني اليوم نحن مشكله تركيا مع عفرين منه مشكله قتل المدنيين، منه مشكله اغتصاب النساء داخل السجون، منه مشكله التعذيب اللي نحن عم نسمعه بالمئات التعذيب وهي بشهادات منظمات دوليه. هي منه مشكله فقط تغيير ديموغرافيه الارض، قرى داخل قرى، طرد سكان القرى الأصليين ومنحها لسكان آخرين. وأيضا هي منا مشكلة موضوع تخريب المزارات وتخريب القبور وما إلى ذلك. هي أيضا مشكلة تعليمية، مشكلة أيديولوجية. يعني اليوم تركيا عم تتدخل حتى في المؤسسات التعليمية، عم تتدخل حتى في المؤسسات الخدمية الموجودة بداخل عفرين، عم تبني مدارس، عم تبني مئات، يعني بنت جامعة. اليوم أنت اليوم تبني جامعة بمدينة أنت أو دولة تحتل دولة أخرى وتبني فيها جامعة وتكون تبعية هي الجامعة تابعة للدولة المحتلة. هذا الأمر غير منطقي. اليوم في جامعة بمدينة عفرين تبعيتها يتبع إلى غازي عنتاب. طب ليش؟ يعني هذا الأمر غير منطقي. اليوم تدخل تركيا في عفرين هو تدخل يستهدف الأرض والسماء. أنا فيني هيك أقول الأرض، كل ما هو موجود على الأرض سواء كان إنسان حي أو سواء كان شواهد القبور أو شو ما كان صنم عم يتم استهدافها من قبل تركيا، لانه الحقد التاريخي لدى الحكومه التركيه. استاذ علي حابب توضح لنا السكان اللي يسكنوا في المستوطنات حاليا. انا ما فهمت السؤال، الصوت قطش لانه عندي بهالمستوطنات اللي عم بيقوموا ببنائها شو الجنسيات؟ يعني قصدك المنظمات المجتمع المدني اللي عم تقوم بناء المستوطنات هي شو جنسياتها؟ مين اللي بيسكن بهالمستوطنات بهالبيوت؟ مين اللي بيسكن فيها؟ تمام. هلا في نقطة كثير إشكالية بهذا الموضوع، موضوع إنه هذا الشخص اللي داخل على عفرين هل هو مستوطن، هل هو نازح، هل هو مجبر، هل هو مهجر أم لا؟ في نقطة جدا مهمة اليوم. نعم في نازحين تم إجبارهم على الخروج من دمشق، من إدلب، من عدة مناطق سورية. هدول النازحين كانوا موجودين قبل احتلال عفرين. في نقطة جدا مهمة وبشهادة تقرير قناة الجزيرة، رجعوا على تقرير قناة الجزيرة بعام 2017 على ما أذكر أو 2016 كان، بالتقرير المرئي لقناة الجزيرة بيقول فيها المراسل بالحرف الواحد أنه عفرين تحتضن ما يقارب 800,000 نازح سوري داخل مدينة عفرين. هذا التقرير إلى اليوم ما زال موجود على الإنترنت، بإمكانكم الرجوع له. إذا من هون نحن بنعرف أنه انفتاح مدينة عفرين على النازحين هو انفتاح قديم جدا، هو منه انفتاح مؤخر. بس ولكن اللي صار أنه بعد ما تم احتلال المنطقة ما عاد في شيء اسمه قدوم النازحين لعفرين. يعني اليوم أنا بستقبل النازح لما أكون أنا موجود ببيتي، لما يكون مفتاح بيتي موجود وانا قاعد فيه، وقتها فيني استقبل آلاف النازحين كمان واحاول اخدمهم. وهذا الشيء عملوه اهل عفرين وبشهاده عده مؤسسات اعلاميه معروف بموادها المسيئه ضد الاكراد، ومع ذلك هم اعترفوا انه عفرين كانت تحتضن هاي الاعداد. بس ولكن بعد احتلال عفرين لما يتم جلب ناس إن كانوا مدنيين من مناطق أخرى ويسكنوها بمنازل أصحابها مهجرين ومختطفين أو معتقلين أو يتم اغتصاب نسائهم، فهذا الأمر لازم يكون مرفوض من قبل الشخص اللي عم بيجي، وحتى لازم يكون مرفوض من قبل الحكومة السياسية أو العسكرية المسيطرة على بخصوص الساكنين الجدد، يعني عرب أتراك. عندك معلومات عن هذا الشيء؟ نعم، معظم يعني عدد جدا كبير أو معظم الأشخاص الذين تم جلبهم إلى عفرين بعد الاحتلال التركي هم ينتمون إلى مناطق خارج عفرين، ليسوا أكراد. ومعظمهم ينتمون إلى عوائل المسلحين أو زويهم أو حتى أقاربهم أو معارفهم. اليوم نحن موضوع وجود المستوطنين داخل عفرين هو موضوع مرفوض من قبل جميع سكان القرية. نحن اليوم نحتضن ليس النازحين، نحن نحتضن حتى اللاجئين. يعني سوريا معروفة باحتضانها للاجئين سابقا، عفرين معروفة باحتضانها للنازحين. 800,000 نازح منه رقم قليل، إدلب ما فيها هذا الرقم. اي منطقه اخرى ما كانت قادره على ان تستوعب هذا الرقم، وبشهاده مؤسسات اعلاميه. نحن ما عم نحكي، انا ما عم بجيب هذا الرقم من عندي. فبالتالي اليوم وجود 100,000 مستوطن داخل عفرين او 400,000 مستوطن داخل عفرين، هذا الامر يسمى مستوطنين، هم مستوطنين وليسوا نازحون موجودين داخل عفرين. هي نقطه انا بشوفها هي اقرب للمنطق اكثر، لانه اليوم مع غياب صاحب البيت او مع غياب وجود صاحب البيت، فانت اكيد اسمك ما راح يكون نازح، راح يكون مستوطن.
طبعا في اشخاص لابد انهم دفعوا الفاتوره، هناك اشخاص مجبرين تم تدمير منازلهم في دمشق او في ادلب او في اي رقعه جغرافيه اخرى، هؤلاء يدفعون فاتوره سياسه الحكومه التركيه، ويدفعون فاتوره همجيه ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري وادواته العسكريه في عفرين. للاسف نحن نقول لهؤلاء انتم ايضا داخل قلوبنا، يعني الاشخاص المتضررين حتما. يعني انا اليوم منزلي كمان فيهم اناس مستوطنين، انا اتصلت فيهم سالتهم، يعني للاسف في لهم اقارب داخل الجيش الوطني السوري، يعني بس بالنهايه هم موجودين بخارج ارادتي، يعني انا ما انا اللي فتحت لهم بيتي قلت لهم تفضلوا. فاليوم هي النقطه جدا حساسه، نحن نعتز بكل سوري موجود على الاراضي السوريه ونفتح له بابنا، لانه نحن الضرر تلقيناه بشكل جماعي، جميعنا تضررنا من الاحداث اللي صارت من عام 2011 الى اليوم، بس ولكن ان تدخل بيتي وانا موجود مختلف تماما على ان تدخل بيتي وانا غير موجود او انا مطرد منها. مظبوط استاذ علي. طيب استاذ علي بشكرك، وبنتقل للاستاذ عبير. استاذ عبير، خلينا ننتقل لموضوع اخر. منذ بداية الاحتلال لاحظنا حالات اختطاف، اغتصاب للفتيات، للنساء، تحت مسمى محاربة الكفر وإحلال الدين الإسلامي. ما هو ردك على هذه الممارسات؟ مثل ما هو معروف في ديننا تساوي المرأة والرجل في الديانة، في الوظائف، في الحياة العادية، ودائما كان للمرأة دور رئيسي وأساسي في المجتمع اليزيدي. بس يعني من وقت ما صار الحرب صرنا نشوف يعني تقوم العائلة اليزيدي بحماية المرأة. نعم. للانتهاكات، للظلم، يعني للأشياء السيئة اللي كانت تصير بحق المرأة، يعني مو بس بحق المرأة، بتواجد المرأة تواجدها في المجتمع. يعني طبعا هذا بعد الاحتلال التركي تحديدا، يعني صار هذا الشيء، ودخول الفصائل الإسلامية. يعني نعم. دائما كان مثل ما قلت العائلة اليزيدية عم تحاول وتحمي المرأة، يعني لأنه كان يصير بالفعل انزعاجات وأشياء غير مناسبة، يعني ما بحب أذكرها انتهاكات بحق المرأة بشكل عام. تماما. نعم. فلذلك شفنا دائما كان دور المرأة عم بيقل بشكل كبير، يعني مقارنة مع الفترة قبل الحرب. يعني قبل الحرب وصلت المرأة يعني بسوريا ككل، ككردية، كإيزيدية خاصة، يعني كان لها دور ومجالات كبيرة وفعالة واضحة بالمجتمع. يعني بس يعني فت بعد الحرب صار دورها كل ما أقل، يعني حفاظا على شخصها كمرأة. يعني فشفنا بالفترات الأخيرة وسمعنا، وحسب الإحصائيات اللي صارت عدد كبير من الاعتداءات على المرأة. يعني نعم. وغير هيك أستاذ كنا لاحظنا في الفترة الأخيرة حالات اغتصاب، اختطاف تحت يعني شعار الدين. أنا حابة ترددينا عن هذا الموضوع شوي بعد. تمام، كنت شاركي بالحكي. ف صرنا نشوف ونسمع، يعني ودي أكد لنا في عندنا مثلا السيدة آرين اللي كانت حوالي السنة كانت مسجونة تحت عند الفصائل الإسلامية. نعم. واللي هي تقريبا مثل ما قال الأستاذ علي كمان، يعني مسيرة ومدبرة من الاحتلال التركي، من الحكومة التركية. فبالفترة يعني وكمان آخر الاعتداءات اللي صارت، وهي كان
عم تسمعيني استاذ دلشان؟ في عندي اشاره عم تعطي. صوتك مسموع استاذه فنا. تمام، لانه طلع عندي اشاره في انه ما في صوت. المهم في عنا السيده غزاله سلمى، هي لحتى اليوم هي مسجونه. نعم. وصار في اتصالات وكثيرة لحتى واسطات لحتى بدنا تطلع، فلحتى الآن ما في أي استجابة لهذا الشيء. وكمان يعني حاولت أمها تتدخل بالموضوع، كمان هي انسجنت يعني. نعم. للأسف عم نرجع لكل هالمشاكل اللي عم بتصير للمرأة الإيزيدية، عم نرجع لعصور كثير قديمة في إنه تضل المرأة ما إلها كيان وتعتبر غير موجودة يعني. نعم. بالضبط. أستاذة خناف، عندكم إحصائيات بعدد المختطفات المعتقلات الأيزيديات في منطقة عفرين أو في سوريا بروجافا بشكل عام؟ للأسف أنا ما بتواجد عندي إحصائيات، بلكي أستاذ علي يكون عنده متواجد عنده يعني إحصائيات. للأسف ما عندي. وفي شغلة حاب أذكرها يعني ليش ضعف فعل نساوي إحصائيات يعني، لأنه أكثر الجرائم اللي عم ترتكب بحق المرأة عم تتسجل في حالات جنائية عادية، يعني جرائم جنائية اللي بكل المجتمعات موجودة عم تتسجل تحت هذا التعداد. لذلك عم تكون هالإحصائيات شوي صعب الحصول عليها يعني. نعم. ما بعرف، حابة تضيفي كمان شيء أستاذة خناف ولا ننتقل للأستاذ علي؟ لا تفضلي. صوتك غير مسموع. طبعا بشكر جميع السادة المتابعين اللي عم يغنونا بتعليقاتهم صراحة، وأكيد رح نرجع لها بآخر الحلقة. بننتقل للأستاذ علي. أستاذ علي، عندك إحصاءات عن عدد المعتقلات أو المختطفات في عفرين روجافا؟ نعم، يعني الأرقام مؤلمة بصراحة. نعم. اليوم نحن عدد الأشخاص أو عدد المدنيين يلي تم قتلهم أو تعرضوا للانتهاكات داخل مدينة عفرين يقارب عددهم 50 مدني. نحن ما ننسى الأشخاص اللي تم قتلهم بشكل مباشر داخل عفرين، ما ننسى نحن المرأة الإيزيدية فاطمة حمكي اللي قتلوها بقنبلة يدوية، يعني رموا قنبلة داخل منزلها. هذا الحكي ببدايات الاحتلال بعام 2018. بعدها بعام رجعوا قتلوا البنت الإيزيدية نرجس دادو، قتلوها بعشرات الرصاصات على جسدها بعام 2019. أرملة إيزيدية اختطفوها لمدة 40 يوم. نحن طبعا ما راح نذكر الاسم، ولكن شهادتها أرسلناها للجنة التحقيق الدولية، وتم الحديث عن هاي الانتهاكات ضمن تقرير سابق للجنة التحقيق الدولية تبع الأمم المتحدة. امرأة أخرى تم اختطافها، أو فتاة بعمر 15 سنة تم اختطافها، إيزيدية تم اختطافها لمدة تقريبا 11 يوم، تعرضت فيها لأسوأ أنواع الانتهاكات الجسدية. صراحة تفاصيل مؤلمة جدا جدا. التعذيب والانتهاكات والحالات الاغتصاب هي أعدادها كبيرة جدا. يعني إذا نحكي على الفتيات الكرديات بشكل عام أعدادهم تفوق العشرات، يعني العشرات يمكن نحن اللي قدرنا نوثقها كمنظمات محلية أو كمنظمات حقوقية كردية مهتمة بهذا الشأن. فالأرقام الدقيقة ما فينا دائما نوصلها، لأنه دائما عم بيكون في تعتيم، ما عم بيكون في تركيا ما عم تمنح المجال لأي منظمة دولية على أنها تدخل عفرين وأنها تقوم بممارسة مهمتها بشكل دقيق. في نقطة كثير مهمة حابب أذكرها. التقارير الدولية اللي نحن عم نشوفها عن عفرين، مثلا لجنة التحقيق الدولي تبع الأمم المتحدة، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، تقرير لجنة الحريات الدينية، عدة تقارير هيومن رايتس ووتش وغيرهم كمان. معظم هذه التقارير أو بالأحرى جميع هذه المنظمات لا يمكنها الدخول إلى عفرين ولا حتى إلى ساليكانية ولا حتى إلى قريسبيب. في المقابل
بإمكان هذه المنظمات أن تدخل إلى مناطق الإدارة الذاتية، وإمكانها أن تعمل في مناطق الإدارة الذاتية. نحن شفنا فريق قدم من وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق وناقش موضوع الحريات الدينية والأقليات الدينية في مناطق الجافا، والتقوا في العديد من ممثلي الأقليات الدينية والقومية الموجودة بالمنطقة. بإمكانهم يعني العمل بسهولة هناك، ولكن فقط المنظمات الحقوقية الدولية ما فيها أبدا تدخل إلى عفرين، ولا حتى المؤسسات الإعلامية المرموقة ما فيها تدخل إلى داخل عفرين. فبالتالي كيف عم تطلع هذه التقارير؟ عم تطلع من خلال الاعتماد على المنظمات الحقوقية المحلية. يعني أنا بعرف العديد من هذه المنظمات هن كمان زملائنا عم نشتغل على هذا الملف، بيشتغلوا فعلا جهد جدا عظيم بموضوع ايصال هاي الانتهاكات للمنظمات. طبعا المنظمه الدوليه شو بتعمل لما بتتلقى التفاصيل الانتهاكات من قبل منظماتنا المحليه؟ فهي بتحاول انها توصل مع الاشخاص اللي تعرضوا لانتهاكات او زويهم. فنحن بنخلق وسيله تواصل بيناتهم، بتكون وسيله سريه وامنه جدا، بيتم تلقي شهادتهم من قبل موظفي لجنه التحقيق او حتى من قبل موظفين المنظمه الدوليه. كيف؟ الصوت كان في غبش. اوكي هلا مشي الحال، تفضل. تمام. فهدول المنظمات لما نحن بنخلق لهم وسيله تواصل مع الاشخاص اللي تعرضوا للانتهاكات، فبياخذوا شهادتهم هاي المنظمات الدوليه وبيسجلوها بتقاريرهم الدوليه حول الانتهاكات اللي عم بتصير. صار في خطوه جدا مميزه بهاي التقارير الدوليه. انا لاحظت بعض التعليقات عم تحكي عن الجانب العملي اكثر. نحن صح معظمنا يعرف الانتهاكات اللي صارت بعفرين بتفاصيلها الشديدة، بس ولكن نعم شو هي الخطوات العملية اللي ممكن احنا نعملها لردع هاي الانتهاكات؟ الخطوات العملية عم تنمشى بصورة أنا بشوفها جيدة مقارنة بالإمكانيات يلي الإمكانيات البسيطة اللي نحن المتوفرة لنا كمنظمات مجتمع مدني محلية. اليوم منظمات بجهود تطوعية معظمها متطوعين، المنظمات المحلية تحديدا. ما بعرف، يمكن عندك مشكلة بالصوت، يا ريت بالكنترول تتأكدوا من الموضوع شوي. عم ينقطع الصوت وعم يكون صدى، ما عم ينسمع الحديث. عم بيصير صدى رهيب بالصوت، ما بعرف شو القصة. الأستاذ اللي بالكنترول، الصوت ما مسموع؟ الصوت مسموع؟ كاتبين تعليق ان الصوت جيد. يا ريت حدا يكتب لي اذا الصوت مسموع ولا لا، لاني انا ما ببين عندي. استاذ دلشا كاتبين بالتعليق ان الصوت جيد. طيب استاذ علي، ممكن نتابع؟ استاذ علي عم تسمعني؟ تمام، ايه عم بسمعك. اوكي. انا كنت عم بحكي عن عمل هاي المنظمات الدوليه. فهي المنظمات الدوليه لما تتلقى التفاصيل الكامله عن الانتهاكات من المنظمات المحليه، فبتعمل وسيله التواصل مباشره مع ذوي الاشخاص اللي تعرضوا للانتهاكات او مع الاشخاص نفسهم اللي تعرضوا للانتهاكات، وبعدها بيتم توثيق هي الشهادات ونشرها بتقاريرها الدوريه. انا بطبيعه الحال بشوف انه خطوه جدا مهمه. ليش؟ لانه نحن امام آلة اعلاميه تركيه جدا سيئه وجدا قويه وجدا تمارس التضليل على المجتمع الدولي. يعني نحن سابقا بقبل عده اشهر رفعنا بيان الى عده جهات دوليه، حكينا عن تزوير قناة TRT الإنجليزية لحديث يعود إلى الإيزيديين داخل مدينة عفرين. حكوا مع الإيزيديين باللغة العربية، وتم ترجمة التقرير إلى اللغة التركية بشكل مختلف عن الشيء الذي تحدثوا فيه الإيزيديون. في تقرير TRT الإنجليزية حكوا عن الانتهاكات اللي عم بتصير بحقهم. فقام المراسل بتزوير هي التصريحات وقام نسبها وقال انه في جهات كرديه تقوم بالانتهاكات، كانت تقوم بالانتهاكات في وقت سابق ضد الإيزيديين، واليوم الإيزيديون يعيشون بسلام بعد تحريرهم من قبل الحكومه التركيه. نحن توجهنا ببيان اوضحنا، ونحن حتى وصلنا يعني قمنا بايصال بعض الاشخاص الذين تحدثوا الى هذه القنوات مع الجهات الدولية لكي يقوموا بتوثيق شهادتهم. اليوم نحن قدام آلة إعلامية تركية قوية جدا، يعني عم تمارس تضليل، مو بس تضليل، هي لديها المال الكافي، لديها المنظمات الكافية
لكي تقوم بتعزيز ثقافة العثمانيين وأحيائها من جديد في عفرين. عندها كل الإمكانيات المتاحة، مو بس هيك، عندها حتى الدعم الدولي. بإمكانها هي الحكومة التركية إلى الآن قادرة على أن تقنع المجتمع الدولي على أن عفرين، ما يجري في عفرين هو السلم وما إلى ذلك، يعني مصطلحات غير منطقية على الإطلاق. موضوع أنه يكون عفرين مدينة آمنة، عفرين ليست آمنة على الإطلاق. لو كانت آمنة على الأقل كنا شفنا لجنة تحقيق عندهم موظفين جوا عفرين، على الأقل كنا شفنا الخارجية الأمريكية عم بيبعثوا موظفيهم لحتى يقوموا برصد الانتهاكات، على الأقل كنا شفنا الاتحاد الأوروبي ممثلين لهم يزورون مدينة عفرين للوقوف على الانتهاكات. ما في أي زيارة رسمية من أي دولة لداخل عفرين أو حتى لداخل سريكانية وكريست برغم أنها دولة محتلة من دولة أخرى. يعني اليوم لما دولة تحتل منطقة فعلى الأقل هي بتقوم بنشر السلام فيها، على الأقل بتقوم بنشر الأمن. يعني هذا أقل شيء ممكن تقوم فيه الحكومة التركية. الحكومة التركية الشيء الوحيد اللي قامت فيه ونشرته داخل عفرين هي هدم المزارات الدينية ورمي الأوساخ داخلها. أحد المزارات الدينية الإيزيدية رموا الأوساخ بداخلها بشكل مقرف، رموا الأوساخ بداخلها وبمحيط المزار. أحد المزارات الإيزيدية راحوا هدموا القبة تبعها. هذا هو نشاط الجيش التركي داخل عفرين، وهذا هو نشاط ما يسمى بالجيش الوطني السوري داخل عفرين. يعني اعتداءات، اغتصاب، تدمير لكل الشهود ولكل يعني أي رمز. نعم، بعتذر أستاذ علي والله، يعني الصوت قبل فترة ما كان مسموع، يعني ما قدرت أركز مع حضرتك، بس حابة معك نركز على نقطة. يعني بحسب رأي حضرتك شو هو سبب التقديم الإعلامي اللي بنلاحظه حيال ما يقوم بالاحتلال التركي وفصائله المعارض المتطرفة، وكيف استطاعت تركيا إقناع هذه المنظمات لدعم مشاريعها ماديا وعسكريا بهدف التغيير الديمغرافي للمنطقة؟ يعني تركيا ليست ضعيفة حتى أن تقوم بهذا العمل. يعني هذا العمل يمكن من أبسط أعمالها اللي قامت فيه تركيا، أنها تقنع المجتمع الدولي على أن وجودها داخل عفرين هو وجود شرعي. لما اليوم أنا ليش البعض ينتقدوننا أنه أنتم ليش دائما بتنتقدوا بعض السياسيين يلي كانوا يروجوا لدعايات كاذبة داخل عفرين؟ التقارير اللي كانت تصدر قبل عام 2018 على أن عفرين تديرها منظمة إرهابية ويقومون بالانتهاكات ضد الكرد، جميع هذه التقارير كانت كافية لأن تقنع المجتمع الدولي بأن عفرين تديرها عصابات ولا يوجد فيها حرية الرأي والسجون مكتظة بالمدنيين والأقليات لا تهرب من عفرين بشكل عشوائي. جميع هذه التقارير يعني ما في أبسط من أن تركيا تجمعها وترجمها وتبعث للمجتمع الدولي بإحدى اللقاءات الرسمية مع إحدى الجهات الدولية. يعني بالحرف الواحد قالوا لنا أنه أنتم اليوم عم تحكوا عن انتهاكات بس، ولكن جهة أخرى تحدثت عكس ما أنتم عم تحكوا عنه. في موقف طريف صار معي، قرية باصوفان قبل فترة تعرضت لهجوم من قبل الجيش الوطني السوري. تواصلنا مع وزارة الخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع وقمنا بربطها مع الأشخاص اللي تم الاعتداء عليهم بداخل القرية وتحدثوا عن شهادتهم. ما في يوم عدى حتى الجيش الوطني السوري عمل فيديو مصور وأرسل إلى لجنة التحقيق الدولية. بالفيديو المصور مجمعين الإيزيديين بغرفة واحدة عشرات الإيزيديين اللي تم اعتقالهم واختطافهم وضربهم، والعشرات الإيزيديين عم بيقولوا بالفيديو نحن تم معاملتنا أفضل المعاملة. طبعا بالإجبار تم تصوير هذا الفيديو، بالإكراه تم تصوير هذا الفيديو. اليوم أنت شو بتتوقعي من هيك حكومة عم تقعد تعمل هيك أساليب وعم تحاول تقنع الأمريكان بهذا الأمر؟ يمكن هذا الأمر يعني ما مشي على الأمريكان بس يمكن يمشي على دولة أخرى. هذا الموضوع اليوم يتم إجبار المدنيين على أنهم يحكوا اليوم. يعني فكاهة أخرى أنا بحب أقولها كمان، أنا بعتبرها فكاهة الجيش التركي أو فكاهة حكومة أردوغان. يعني إحدى المزارات بقرية باصوفان تم تدمير القبة تبعها، مزار الشيخ علي على ما أذكر الاسم كان. لما تم تدمير القبة بعد فترة شهرين تقريبا، السكان المحليين جمعوا مصاريهم قالوا خلونا نرمم المزار مرة أخرى. بعد ما تم ترميمه أو أثناء الترميم راح الجيش الوطني السوري جاب مسلحينه على المزار وراح جاب قناة TRT وبعض الوسائل الإعلامية التركية وصوروا المزار على أنه الجيش الوطني السوري والائتلاف الوطني السوري يقومون بترميم مزار إيزيدي تم تدميره من قبل مجهولين. طبعا هذا الأمر كان كله كذب. نحن أفندنا هذا التقرير وأرسلنا للمجتمعات الدولية وقلنا والنظامات الدولية وقلنا أن هذا الأمر كذب. تكلفة المزار كانت
باسم فلان وفلان وفلان مدني، ذكرنا الاسماء وقمنا بربطها مع هؤلاء، وهدول هن شهادتهم، هن اكدوا على انه ترميم المزار كانت بالايزيديين انفسهم، ولا دخل الائتلاف بهذا الامر. الائتلاف الشيعي اللي عمله يعني هو قام بتدمير المزار وليس ترميمه، وتركيا نفس الشيء عملت بهذا الامر. اليوم الآلة الإعلامية، نحن قدام آلة إعلامية خبيثة جدا وعندها إمكانيات. نحن ما عم نصارع الدولة بتشبه الائتلاف ولا بتشبه الجيش الوطني السوري، هدول عصابات بالنهاية، يعني فيك بشكل ما أنك تكوني أقوى منهم بكثير، بس نحن عم نصارع دولة للأسف لديها إمكانيات قوية جدا، وهي قادرة على أنها ليس تقنع المجتمع الدولي وحتى تقنع بعض الأشخاص من بين إعلامية لمصلحتها أستاذ علي. كيف أستاذ درشا؟ أن تمارس حرب إعلامية لمصلحتها. طبعا تماما ليس حرب إعلامية. اليوم نحن دائما في نقطة كثير مهمة، أنا بصراحة بزعل على المنظمات المحلية، منظماتنا ناس عم يشتغلوا من قلبهم، والناس عم بيحاولوا يسعوا بكل جهودهم التطوعية على أنهم يثبتوا أو يوثقوا هاي الانتهاكات، وبلحظة خلطة من قبل بعض السياسيين عم يكون في تدمير لكل شيء نحن اشتغلنا، لكل شيء. اليوم نحن لما عم نثبت هاي الانتهاكات بيطلع لك طرف سياسي ما وبيقول لك هاي جرائم جنائيه، او بيقول لك دوافع القتل كانت السرقه. احدهم كان يقول سابقا انه فلان شخص تم قتله لانه ارادوا سرقته، فلان شخص تم طرده من المنزل لانه ارادوا سرقه المنزل. هذا الامر غير صحيح. دوافع القتل هي ليست دوافع السرقه، وليست دوافع للحصول على المال، وليست دوافع للحصول على الفديه. هي نقطه مهمه، هي دوافع قومية، بدافع قومي، تطرف ديني، تشددي، عنصري. بدافع العنصرية يتم القتل السكان المدنيين، وليس بدافع السرقة. طبعا بعد ما يقتلوه طبيعي ياخذوا من المصاري البقيان بجيبته، هذا الأمر منطقي، بس ولكن ما قتلوا لأنه معه مصاري، ولا حتى أخذوا لحتى يبازروا فيه ويطلبوا الفدية من أهله، لا، أخذوا لأنه كردي، أخذوا لأنه إيزيدي، أخذوا لأنه بنتمي لهذه الأرض، أخذوا لأنه رفض الخروج. مسنة إيزيدية قبل هي عامين أجوا عندها على البيت وقالوا لها أنت لازم تطلعي من البيت، اسمها وشهد وكل شهاده هاي الامور نحن نقلنا لجنه التحقيق الدوليه. انا ناسي الاسماء لانه في عده قصص بهذا الامر. قالوا لها معك فقط لبكره لحتى تطلعي من هذا البيت، مستحيل انك تبقي فيه. ثاني يوم المره ماتت بجلطه. طب هي سبب الوفاه بشو كمان؟ يعني هاي المره مستحيل يعني ما كانت يمكن رح تموت لو ما كانوا هن عم بيعتدوا عليها بهي الطريقه، لو ما كانوا هددوها بانه تطلع من البيت او يقعدوا يقتلوها. اشخاص اخرين تم قتلهم بدم بارد داخل منازلهم، في اشخاص تم قتلهم بدم بارد بالرصاص الحي، يعني اجوا لعندهم بالمنازل فقط لانهم ما طلعوا. قريه بافلون نحن صرنا اشهر عم نشتغل على هذا الموضوع، ما عم نقدر نلاقي له حل. سكانها الايزيديين عندهم يعني في 17 عائله ايزيديه من قريه بافلون عائدين الى القريه، صار لهم تقريبا سنتين او سنه ونصف. من سنه ونصف عم بيصارعوا لحتى يحصلوا على منازلهم وما عم بيقدروا. راحوا لعند الجيش الوطني السوري ما في جواب، لعند الائتلاف ما في، لعند المجالس المحليه اللي عم ترعاها الحكومه التركيه ما في جواب ابدا، ما حدا حل لهم قصتهم. تصوري البيت لهم، هن جايين على عفرين مع اولادهم زوجاتهم، والجيش التركي ما عم بيعطيهم منازل. تعرفي شو الحجه؟ اخر كلام تلقوه من الجيش الوطني السوري على انه هي الاملاك تعود الى الكفار، نحن نعتبر الايزيديين كفار. قريه بافلون هي قريه ايزيديه بالمجمل. اليوم قريه بافلون لا يوجد فيها واحد ايزيدي، وهدول 17 عائله اللي عم طالبوا باموالهم، الجيش الوطني اخر شيء بقول لهم تمام، صارت القريه كلها مسلمين، فما عادوا يرضوا انه يكون في تواجد ايزيدي بينهم. يعني شوفي الاساليب اللي بتتبعها تركيا، والاساليب اللي يعني اذا تركيا يعني للاسف اذا تركيا قدرت تقنع بعض السياسيين الكرد على انه ينضموا لائتلافها او على انهم ينضموا لمشاريعها، فراح تكون عاجزه على انها تقنع المجتمع الدولي. اكيد ما راح تكون عاجزه. اذا انت اليوم من المتضررين وتعالي مثلا، يعني لا اقصد انت، مثلا اي شخص من المتضرر يكون وبينتمي لعفرين او بينتمي لسريكاني او بينتمي لارض روجافا، ويقعد يكون سياسيا متفق مع سياسه تركيا او سياسيا متفق مع الائتلاف الوطني. شو الائتلاف؟ هي المظله السياسيه للجيش الوطني السوري. هذا الامر الكل بيعرفه. افتحي صفحه الموقع الرسمي للائتلاف تلاقي انه الجيش الوطني السوري هو ممثل لدى الائتلاف، اي هو جهاز عسكري تابع للجهاز السياسي. شو معناته الحكي؟ معناته انه صرنا مثل النظام. اليوم انت كسياسي كردي كيف بتعادي النظام وما بتعادي الائتلاف؟ باي منطق؟ نحن ليش عادينا النظام؟ اذا سالنا انفسنا، انا ككردي ليش عاديت النظام؟ عاديته لانه انتهاكات الجيش العربي السوري تابع للنظام هي كانت انتهاكات سيئه، بالنوروز، بالاعتقالات، بالخطف، كل هالامور. شو قلنا نحن؟ الكرد البسيط قال انه ما دام الجيش الوطني السوري هو ذراع عسكري لحكومه حزب البعث، فانا لازم اعادي حزب البعث، اعادي راس الهرم السياسي وليس راس الهرم العسكري. اليوم
قائد الجيش العربي السوري مين هو؟ في حدا منا بيعرف الاسم؟ ما بنعرف، لانه ما بيهمنا القائد العسكري اللي هو عم بيأتمر باوامر القائد السياسي، بيهمنا المنظومه السياسيه، منظومه البعث السياسيه، هي راس الهرم تبعها بيهمنا، لهيك نحن عاديناها. اليوم انا اجي على عفرين وانا اعادي اقول انا مع الحقوق الكرديه ومع حق الاكراد بكل شيء، واجي بالاخير اقول انا منضم الى الائتلاف او انا شريك بالائتلاف او انا اعمل مع الائتلاف. هذا التوازن كيف صار؟ كيف تعمل مع الائتلاف ولديه جهاز عسكري يعمل على الانتهاكات بشكل يومي، يغتصب نساء، ما تركوا شيء وما عملوه سيء. يعني هذا التوازن انا بشوفه دائما من المنطق ان احنا نراجع انفسنا ككرد ونعرف احنا حلفاء لمن واعداء لمن. هذا السؤال لازم دائما نسال فيه انفسنا. لازم نتخلص من هذه الازدواجيه. طيب، في عندنا الدكتور صلاح حدو عم بيعقب على موضوع المستوطنات اللي ذكرناه استاذ علي. عم بقول المستوطنات التي يتم تشييدها في افريقيا اليوم من قبل تركيا وعملائها من الفصائل، المهم هي 18 مستوطنه. بنشكر الدكتور على المعلومه، وبننتقل للاستاذه عبير. انت معنا استاذ عبير؟ نعم. هون حابه ننتقل لموضوع ثاني. حابه انه حضرتك تحدثين عن الدور اللي بتقوم به جمعيه التضامن والمجلس الايزيدي في المانيا، كون حضرتك نائب رئيس في الجمعيه والمجلس. شو هو دوركم وشو اللي بتقدموه؟ تفضلي. نعم، يعني خليني أقول أول شيء كجمعية يعني أو حتى كمجلس، يعني نحن يعني شغلنا أكتريته في ألمانيا، يعني بنحاول نحن دعم المجتمع اليزيدي داخل الوطن. يعني حاليا كل اللي عم نقدر نقوم فيه هو دعم مالي يعني. نعم. فالدعم الحقوقي أو دعم كون نحن مجتمع مدني داخل على الأرض، يعني للأسف هذا الشيء ما عم نقدر ندخل على تركيا، يعني على سوريا ومن المنطقة كمان. يعني مثل ما قال الأستاذ علي، يعني اليوم لو كان هذا مو احتلال مثل ما عم بيدعوا هن، فكان مثل ما قال كمان إنه في ممكن لزيارات خارجية، لدخول منظمات تانية تساعد الناس على الأرض. يعني للأسف هذا كل شيء عم بيكون ممنوع يعني. وحتى لو يعني نكون موجودين هناك من خلال كوادر بتساعدنا هناك على الأرض، فدائما عم بيتم هذا الشيء بصعوبة كبيرة، ودائما عم تصادفنا مشاكل وفي حيث المعونات أو حتى المالية، خليني أقول ما عم تقدر توصل للأشخاص المطلوبة يعني. فقدر الإمكان هون عم نحاول من خلال الاتصالات والعلاقات العامة هون نقدر نأثر على يكون الاعتداءات على الشعب الأزيدي هناك أو الشعب الكردي المتواجد كله على الأرض يعني تكون أقل. بس هذا للأسف ما عم بيصير يعني. طبعا هون عم تاخذ البيروقراطية كمان. شو هي الأساليب اللي عم تتبعوها لإيصال صوتكم مثلا كمنظمة في أوروبا؟ وتعدادكم ليس بالقليل بعتقد. أكيد هذا الشيء مثل ما قلت مو بالقليل يعني. بس كمان هون عم نلاقي كل طلباتنا وكل كل متطلباتنا وكل رغباتنا عم تاخذ بعين الاعتبار. بس للأسف هون كمان بتلعب البيروقراطية دور كبير يعني. وهي بالأول والآخر لعبة دولية كتير كبيرة عم تمارس في حق الكرد والأزيديين في المنطقة. نعم. ففي تأثيرات للأسف عم تكون أكبر مننا. نعم. بس رغم ذلك تواصلنا واتصالاتنا مع منظمات دولية، حتى الاتحاد الأوروبي، حتى الأمم المتحدة، عم بيكون لها في دور فعال لها. بس للأسف لحتى اليوم النتائج ضئيلة جدا.
غير مرضية. طيب أستاذ أنا آسفة عم خربط بين الاسمين عبير وفناء، ما تأخذوني. ولا أستاذ يهمك. أستاذة عبير، أنت كسيدة كردية أيزيدية ونائب رئيس الجمعية والمؤسسة، ما هي الخطوات التي تقومين بها أنت من مركزك هذا لدعم السيدة الكردية والأيزيدية؟ خليني أعترف لك بشيء مهم كتير، يعني هو عم بيكون مثل ما قلت لك الصعوبات اللي عم نلاقيها أولا بالتواصل، ثانيا بدعم المرأة هنيك في المنطقة. عم نلاقي صعوبة كتير كبيرة، يعني لبين ما عم نوصل يصير نوعا ما تشجيع المرأة هنيك تكون تمارس حياتها الطبيعية، أو مساندتها من خلال مشاريع مختلفة. فعم نحاول نحن نساوي هذا الشيء، ويعني نوعا ما عم نلاقي استقبال وعم نلاقي دعم. بس كمان بالنسبة إلي كشخص النتائج للأسف غير مرضية، ضئيلة جدا. وكمان عم بيصير اعتداءات وانتهاكات، ما عم تخلينا نتصرف على أرض الواقع. حتى لكم ورشات عمل، مشاريع تقومون بها حاليا كجمعية ومجلس؟ قصدك في عفرين ولا هون في ألمانيا؟ في ألمانيا. في عفرين أكيد صعب شوي هلا، كثير صعب. عفرين يعني تقريبا شبه مستحيل للأسف يعني. في ألمانيا هون عنا ورشات، عنا مشاريع، عنا بروجكتات عم نقوم فيها تحديدا لدور المرأة في المجتمع، يكون دائما تكون إلى مركز وإلى دور فعال في المجتمع الألماني. وهذا كمان يعني نحن خليني أقول عم نفكر شوي لقدام، يعني في حيث تقوية المرأة اليوم هو بناء مستقبل قريب للمرأة يعني. رائع. طيب هون حابة أشارك سؤال لأحد المتابعين للأستاذ ماركو أبين، هو سؤال موجه لحضرتك أستاذ عبير. عم بيقول الأخت عبير، ما دور الجمعيات الأيزيدية في أوروبا لدفاعهم عن الضيعة والشعب الأيزيدي داخل عفرين المحتلة؟ شو بتردي على الأخ ماركو؟ أنت معنا أستاذ عبير؟ معك، بس السؤال ما وصلني. السؤال هو التالي. الأستاذ ماركو عم بيقول أخت عبير، ما دور الجمعيات الأيزيدية في أوروبا لدفاعهم عن الضيعة والشعب الأيزيدي داخل عفرين المحتلة؟ شو هو الدور اللي أنتم بتقوموا فيه؟ هاي هي صيغة السؤال اللي عم بيطرحها للدفاع عن الأيزيديين المتواجدين في عفرين. حاليا في مشروع قائم، للأسف ما فيني أذكر حاليا اليوم يعني شو هي التفاصيل، لأنه لساتنا عم نقوم بهالمشروع. يعني في اتصالات وفي بعض اللقاءات اللي عم بتصير، في حيث الأيزيديين اللي خارج بعيدة عن ضياعهم، بعيدة عن مناطقهم، وحابين يرجعوا. فهذا الشيء عم بيصير حاليا. مثل ما قلت لك للأسف الموضوع شوي في حاليا سرية عليه، بس فيني أذكر هذا الشيء. يعني الناس اللي بتحب ترجع راح عم نحاول يرجعوا لبيوتهم. للرجوع السكان الأصليين يعني أكيد، يعني مثل ما قال الأستاذ علي كمان، يعني اليوم أنا فيني استقبل حدا لما أكون أنا في بيتي، بس مو لما أكون أنا ماني موجودة يحطوا العوائل اللي عم بيجوا، الناس اللي عم تجي من برا، إذا من حلب، من إدلب، من الشام، من أي مكان، يجي يحطوا بالبيوت الفاضية الأيزيدية. فلذلك عم بيقولوا إنه إذا أنت كان مالك موجود في بيتك في أرضك، فنحن
عم نقوم رح نسكن الناس بهالبيوت الفاضية. لذلك نحن عم نحاول اليزيديين الموجودين خارج بيوتهم، خارج مناطقهم عفوا، يرجعوا لديارهم لأراضيهم يعني. وهي طبعا رغبة موجودة. أكيد أكيد هي رغبة موجودة لدى جميع الكرد والعفرينيين. ننتقل للأستاذ علي. أستاذ علي، أنا لاحظت أنك جاوبت على أسئلة أحد المتابعين، واللي كان هو سؤال صراحة حابة أطرحه على حضرتك. كنت حابة أسألك، هل لديك تخوف بخصوص المناهج التعليمية اللي بيتبعها الاحتلال التركي وفي المنطقة، وسياسة بناء المساجد بالتحديد في القرى الأيزيدية؟ شو هو تخوفكم من هذا الشيء هذا؟ هذا أكثر شيء أنا بشوفه ممكن أنه يمحي أي أثر لوجود الأكراد في عفرين بشكل مطلق، وأنا قد هذا الكلام بكل تفاصيله. ليش؟ 477 مسجد إسلامي بنته تركيا على كامل الأراضي اللي بتسيطر عليها داخل سوريا، طبعا مو بس عفرين وإدلب وهي المناطق، يعني كل الأراضي اللي بتسيطر عليها داخل سوريا تركيا بنت فيها 477 مسجد. ليش؟ شو السبب؟ الوقف الديانة التركية هي مؤسسة دينية حكومية تركية. وقف الديانة التركية أنشأت 4 مدارس بإدلب، وراحت ربطت هاي المدارس بوزارة التعليم التركية. بأي سبب؟ بأي حجة؟ اليوم شو دخل وقف الديانة التركية على أنه يبني مدارس تعليمية؟ شو يعني أنت أي منهاج راح يتم تدريسه بضمن مدرسة بنته وقف الديانة التركية وراح تربطه بوزارة التعليم التركي؟ شو هي المناهج التركية تحديدا؟ شو هي الأفكار اللي عم تنشرها تركيا في مناهجها؟ نحن اليوم يعني دولة محتلة، دولة تركيا أخرى بتروح بتنشر فيها مناهجها التعليمية. أنا هي أول مرة بسمعها، يعني أبدا كلام غير منطقي. تركيا أنشأت مكاتب باللغة، مكتبة داخل 805 مدرسة في كامل مناطق سيطرتها بالشمال السوري. شو رأيك؟ 805 مدرسة فيها مكتبة للكتب التركية. شو السبب؟ شو فيها هاي المكتبة التركية؟ فيها كتب تاريخية، فيها كتب دينية، فيها كتب تمجد أيام العثمانيين، فيها كتب تمجد لأردوغان ولحزبه. انت شو لك علاقتك بالمدارس التعليميه؟ اليوم تركيا عرفناها انها بتسيطر على الارض، بتقتل كل ما هو موجود فوق الارض، هذا الامر عرفناه، وبتهدم كل ما هو موجود فوق الارض. بس انها تغرس سياستها داخل عقول اطفالنا وتبني مكتبه بداخل 805 مدرسه وتقعد تنشئ مدارس وتربطها بوزاره التعليم، وحتى تعمل كليه التربيه بعفرين هي جامعه وتربطها بجامعه غازي عنتب، فهذا الامر غير مفهوم. هذا الامر بيوحي على انه تركيا عم تبني لشيء جدا كبير، عم تبني لأدلجة عقولنا. اليوم تم المقارنه بين بناء مسجد في تركيا او بناء كنيسه في اي منطقه اخرى. نحن مشكلتنا ما لنا مشكله بناء مسجد ولا مشكله بناء كنيسه، نحن مشكلتنا ضد مسجد يلي بتبنيه تركيا، ضد كنيسه يلي بتهدمه تركيا، ضد الكنيسه اللي بتبنيها العقليه التركيه الشوفينيه. اليوم لا انا بدي مساجد تركيه، لا انا بدي المدارس التركيه، انا ما بدي هي الادلجه او السيطره بعقولنا، بعقول اطفالنا. اليوم وقف الديانه التركيه، انا هي نقطه جدا بستاء منها. وقف الديانه التركيه عندها آلاف المشاريع توزع المعونات الاغاثيه بسوريا. شو علاقتها؟ شو علاقه وقف الديانه التركيه يروح يوزع سلات غذائيه مكتوب عليها عبارات دينيه بداخل مناطق سيطرتها؟ شو الغايه منها؟ الغايه منها ادلجت عقول الناس، الغايه منها اسلمت ما تبقى من اهل عفرين. اليوم الاسلام في عفرين هو اسلام جدا عقلاني، اسلام منطقي، اسلام يمارس بين 4 جدران. اسلام عفرين وايزيديه عفرين يمارسون دعواتهم وصلواتهم وكل ما هو متعلق بهم داخل 4 جدران، اي لا يقومون بنشاطات دعويه، لا يقومون بأدلجة عقول الناس، لا يقومون بربط الدين بالسياسه. كل الامور ما كانوا بيقوموا فيها. اليوم لما تتدخل وقف الديانه التركيه، ولما تتدخل منظمه إيهاها التركيه اللي هي معروفه بارتباطها المباشر براس الهرم التركي رجب طيب اردوغان، هذا الامر كلها بتتولد عنا اشارات استفهام انه شو عم بيعملوا هدول بمناطقنا، وليش عم بيتم التركيز على المدارس، وليش عم بيتم بناء مدارس، وليش عم بيتم بناء 477 مسجد. يعني هذا الرقم جدا خطير. اليوم نحن ما لنا بحاجه لمسجد، الناس ما عندها بيوت تروح تسكن فيه، تبنوا لهم مسجد حتى يروحوا يصلوا فيه؟ هذا الامر غير منطقي. فالمسجد اللي بتبنيه تركيا ما بدنا، لانه نعرف المسجد التركي شو بيعني. المسجد التركي اذا بتتذكروا هو كان المسجد يلي نادت المنابر الاسلاميه الاسلامويه في تركيا
بالايام الاولى لحرب تركيا على العفرين بان يقوموا ويقتلوا الكفار في عفرين. هي كانت المنابر الاسلاميه، هذا هو الاسلام التركي اللي بيحاول تركيا تنشرها بمناطقنا. لا الكرد ولا حتى الايزيديين ولا حتى اي ديانه اخرى في سوريا هم اعداء لاديان اخرى، ولا حتى الطوائف. احنا ما عندنا هي المشاكل تحديدا المناطق الكرديه، بس ولكن مشكلتنا هي فقط في الاسلام السياسي اللي بترعاه تركيا. نعم. إذا في أسئلة أخرى فيني كمان أجاوب عنها أستاذة درشا. كنت حابة أتطرق مع حضرتك لموضوع لفت انتباهي على صفحة حضرتك خلال متابعتي لها، هو مشروع دستور يحمينا الذي أطلقتموه في روجافا. ماذا باستطاعتك أن تخبرنا عنه أستاذ علي؟ طبعا اليوم نحن يعني عم نحاول نشتغل على كل الأصعدة. اليوم أنا مطلبي كعفريني في عفرين تختلف عن مطلبي ككردي موجود في مناطق شمال وشرق سوريا. اليوم نحن في عفرين وسريكاني وقريسبي مطلبنا ونعمل على هذا الأمر ليل نهار مع المنظمات الدولية وبعض وزارات خارجية الدول أنه يتم إنهاء الاحتلال التركي. هذا أول مطلب بنطالب فيه، ومعظم الأكراد بيطالبوا فيه، أو جميع الأكراد بيطالبوا بهذا المطلب، انتهاء الاحتلال التركي، أن ينعم الكرد في هذه المناطق بالعيش فقط. إحنا ما بدنا أكثر من هيك، لا بدنا حقوق سياسية، لا بدنا حقوق مدنية، بدنا فقط إنه الشخص يقدر يعيش، يقدر يتملك، يقدر لما يكون عنده مفتاح بيته يقدر يفتح بهذا المفتاح بيته. هذا الشيء الوحيد بدنا إياه بهي المناطق. أما بمناطق شمال وشرق سوريا درجة أمان، درجة وعي، درجة إمكانية لعمل منظمات مجتمع مدني، فأنت مطالبك ما راح تكون مطلب بالعيش الآمن والكريم، المطلب راح يكون مطالب سياسية. هذا السبب اللي خلانا نحن ننشئ مشروع دستور يحمينا اللي هو برعاية وزارة الخارجية الأمريكية. المشروع بيحاول إنه يلتقي بمعظم مكونات المجتمع الدينية والقومية، جميع المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا، من سياسيين، من إعلاميين، من نشطاء مجتمع مدني، قادة العشائر، كل هالفئات عم نعمل معها جلسات حوارية بمسألة إنه شو اللي عم بصير باللجنة الدستورية بجنيف. تم إنشاء لجنة دستورية بمشاركة وفد للنظام، وفد للمعارضة، وفد للمنظمات المجتمع المدني. عم نشرح لهم للمكونات بشمال وشرق سوريا إنه الأهداف جنيف شو هي اللجنة، ومن ناحية الدستور إذا تم صياغة دستور لسوريا المستقبل كيف ممكن هذا الدستور يحمي حقوقنا كمكونات موجودة في شمال وشرق سوريا. لما نحن عم نلتقي بهي المكونات تطلع بآخر الجلسة توصيات. هي التوصيات نبعث لها لوزارة الخارجية الأمريكية، والخارجية الأمريكية بتسلمها للجنة الدستورية حتى تكون اللجنة بضمن صورة إنه أوكي اليوم المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا ليست جميعها ممثلة داخل اللجنة الدستورية. اليزيدون لا وجود لهم بالمطلق طبعا داخل اللجنة الدستورية، وهي نقطة جدا مؤسفة. وأنا حكيت فيها مع مكتب جير بيدرسون في وقت السابق، أنا ونحن كمنظمة إزدينا وبعض المنظمات الإزدية الأخرى توجهنا لهم وقلنا لهم اليوم عدم وجود الإزديين داخل اللجنة الدستورية بيتعارض مع بيان جنيف واحد. بيان جنيف واحد حكى فيه بصريح العبارة، قال يجب أن تتأكد الطوائف الأقل عددا من أن حقوقها ستحترم في سوريا المستقبل. فكان جوابنا أو سؤالنا لجير بيدرسون، مكتب جير بيدرسون، قلنا له كيف نحن كإيزيدين رح نتأكد أنه حقوقنا رح تحترم ونحن بالأصل ما لنا موجودين باللجنة. يعني أنا اليوم كشخص ما له موجود وما له طرف باللجنة، أنا كيف بدي أضمن، كيف بدي يكون عندي جارانتي أنه ما يصير في أي انتهاك تاني، أنه يصير في صون وحماية لحقوقي بداخل الدستور أنا بالأساس ما لي موجود فيها، لا ممثل عني ولا أي شيء آخر يعني. فنجي على الدستور يحمينا. دستور يحمينا عملنا نحن تقريبا 15 جلسة حوارية، ما يقارب 200 شخص حضرها. لسه باقي لنا تقريبا 3-4 جلسات في مناطق شمال وشرق سوريا، بعدة مناطق عملناها بقامشلو، بعمودة، بالحسكة، بدنا نعملها كمان بتربسبي. فبعدنا يتم اللقاء بهذا الجمع الغفير من الأشخاص الواعيين، راح يكون في توصيات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية إلى اللجنة الدستورية. نحن صح ما لنا وجود داخل اللجنة الدستورية، بس على الأقل نعرف شو عم بصير هناك، وعلى الأقل يعني يتاخذ بهي التوصيات وهي الرؤى بعين الاعتبار. إذا ما كنا موجودين ما نحط إيدنا أو رجلنا فوق، يعني رجل فوق رجل، ونقول أوكي أنا مالي موجود هناك فما في داعي نقعد نشتغل على هذا الأمر، ويلي بدهم يعملوه خليه يعملوه. لا، نحن بنحاول دائما إنه صح تم إقصاء الكرد داخل اللجنة الدستورية، هناك ممثلون عن بعض المكونات السياسية الكردية، هناك
شخصيتين كرديتين ممثلين عن منظمات مجتمع مدني داخل اللجنة الدستورية، ولكن هذا التمثيل قليل مقارنة بأعداد الكرد في سوريا. 3-4 مليون ما فيك تختصريهم ب3 كراسي. هذا الأمر جدا غير منطقي على الإطلاق. يزيدين أعدادهم ما يقارب 50,000 نسمة في عموم سوريا. من غير المنطقي أنه ما يكون في لهم ولا أي مقعد داخل اللجنة الدستورية. في المقابل لديك ممثلين حتى عن الفنانين داخل اللجنة الدستورية، يعني فنان تلاقيه ممثل داخل اللجنة الدستورية. فهذا الأمر كان جدا مرفوض. امتعاض المجتمعاتنا تجاه اللجنة الدستورية دفعنا على أنه نعمل هذا النشاط، حتى يعني نوعا ما تكون فيها نوعا ما أمل على أنه يكون في مشاركة فعلية لكل المجتمعات بصياغة الدستور. اليوم نقطة مهمة، الشيء اللي بدحمينا هو رح يكون عدة خطوات، أولها قانونية سياسية. الدستور رح يكون الصمام الأمان لعموم المجتمعات السورية. طبعا أغلب الناس، أنا في نقطة بحب هيك حاول إنه باختصار أولى ما في عندي الوقت. أغلب الناس كانوا يأكدوا على موضوع مبادئ ما فوق دستورية، يعني مو بس الدستور، أن يكون في مبادئ أساسية. مثل ألمانيا مثلا في عندها شيء اسمه المبادئ الأساسية وفي عندها شيء اسمه الدستور. المبادئ الأساسية هي مبادئ غير قابلة للتعديل مهما أجت حكومات، مهما تغيرت حكومات، مهما صار في تغيير برلمان، مهما صار في إجماع برلماني ما راح يتغير. هي المبادئ الأساسية هي مبادئ ثابتة للدولة فغير قابل للتعديل. أما الدستور هو قابل للتعديل. اليوم نحن لما نصيغ دستور وبعد كم سنة يجي البرلمان يجتمع يقول بدنا نعمل دستور جديد، فأنت هون كل شيء اشتغلتيه راح هباء. لأنه اليوم التمثيل الأكراد أو تمثيل المنظمات العلمانية، المكونات العلمانية أو المكونات اللي بتطلع على سوريا اتحادية، راح يكون تمثيلهم نوعا ما كعدد أقل من تمثيل التطلعات المتشددة اللي بيقودها الائتلاف وما إلى ذلك. فبالتالي راح يكون الأمر جدا سهل على أنه يتم تعديل الدستور مرة أخرى. كل شيء كان مكتوب بالدستور سابقا على أنه يضمن حقوق أكراد أو أي شيء آخر راح يتم تعديله بعد سنوات. فهي نقطة كمان مهمة أنه يتم دائما التركيز على موضوع المبادئ الأساسية اللي هي غير قابلة للتعديل. بهي المبادئ لما يتم في بصريح العبارة كتابة على أنه حقوق الأكراد يجب أن تحترم في سوريا المستقبل، ويجب أن يتم تعويضهم تعويضا عادلا على كل الانتهاكات اللي صارت بحقهم من عشرات السنين أو على مر الحكومات المتعاقبة على الحكم، وقتها فينا نقول أنه فعلا تم حقا صون كرامة الإنسان الكردي اللي كان معذب منذ ولادة الدولة السورية وإلى اليوم. أراضي عم تروح منه، جنسية عم تنسحب منه، مدنه عم تم احتلالها وارتكاب أفظع الجرائم فيها. فنحن نحاول يعني دائما بنحاول بهي النشاطات سواء داخل يعني سواء فيما يتعلق بعفرين أو ساليكانيا أو قريسبي، هي نشاطات دائما تتمحور حول كيفية إنهاء الاحتلال التركي، كيفية ردع المحتل التركي عن استمراره في هذه الانتهاكات. ولكن النشاطات اللي بتكون بمناطق شمال وشرق سوريا هي نشاطات متعلقة بكيفية مثلا إرساء العيش السلمي داخل المجتمعات. كان في عندنا مشروع سابق بهذا الأمر، مشروع عبارة عن يتحاوروا فيها المجتمعات المكونات الدينية والقومية، يجلسوا على طاولة واحدة يتعرفوا على بعض أكثر. دائما بتكون هاي النشاطات هي قابلة للتنفيذ في هاي المناطق. بنفس الوقت هاي النشاطات لا قيمة لها في عفرين وساليكانية، لأنه في عفرين وساليكانية الشخص يقتل، المنازل تحرق، يعني ما في أي شيء. عندك نقطة أمل موجودة بعفرين حتى يكون في عنا دافع عن أن يكون في عمل سياسي أكبر. مطالب أهل في عفرين مختلفة تماما عن المطالب في أي منطقة أخرى. مطلبهم الأول وإنهاء الاحتلال. حابة هون أقرأ بعض المشاركات أستاذ علي. في عنا مشاركة من الأخ كرد شيريز، بعتقد الاسم إذا ما بقرأ غلط، عم بيقول أعتقد أن جدول أعمال اللجنة الدستورية السورية لا يشمل إلى الآن أي نقطة بحث بخصوص عفرين، وهذا ضعف كردي قبل أن يكون سوري. ايه بهالنقطة في نقطة مهمة. اللجنة لنا 150 شخص هن موجودين باللجنة الدستورية. في شيء عندك اسمه اللجنة المصغرة، يعني 15 من المعارضة، 15 من النظام، 15 من منظمات المجتمع المدني. قد ايه صارت باللجنة المصغرة؟ صار عددهم 45. بال45 ما في ولا كردي باستثناء الكردي الممثل عن المجلس الوطني الكردي أنا كسي. المجلس الوطني الكردي عاجز على أنه يحمي ممتلكات الناس في عفرين وساليكانيا وقريسبي، وعاجز على أنه يقوم بالإفراج عن أي مقتطف موجود داخل السجون التركية في عفرين. كان عاجزا أيضا عن الإفراج عن الفتاة الإيزيدية اللي ذكرتها الأستاذة عبير، نسيت أنا الاسم، كان مختطفة لمدة عام بأكمل، والمجلس الوطني كان عاجز عن الإفراج عنها.
يعني أنت شو ممكن هذا الشخص الممثل عن المجلس الوطني يعمله داخل لجنة؟ إذا أنا كنت طبعا أنت مع اللجنة فكرة يكون أنه ضعف كردي قبل أن يكون سوري. طبعا هو يعني في آه، نقطة مهمة، صح هو ضعف كردي، بس ولكن هذا الضعف ليس سببه كرديا. احنا نعرف نعم. انه اللجنة الدستورية ما تم كتابة اسمائها من قبل الامم المتحدة، مو الامم المتحدة اجت وحطت الاسماء، الامم المتحدة فقط اختارت المنظمات المجتمع المدني، بس هذا كان اختيارها. النظام هو اللي كتب الاسماء المتعلقة بالوفد، وذات المعارضة هن اللي كتبوا الاسماء برعاية الدول. تركيا هي اللي كان في عندها فيتو على كل اسم كردي. شكرا أستاذ مختلف. علي. ننتقل للأستاذ عبير. أستاذ عبير، كلمة أخيرة من حضرتك، شغلة حابة توقفي عليها؟ بصراحة أنا هون حابة أوجه نداء كنائبة في المجلس الاستشاري المركزي في ألمانيا، إنه قوتنا بتمكن في اتحادنا يعني. ودائما بذكر هذا الشيء إذا كان على الإطار الشغل ككردية كإيزيدية، فأنا بنادي باتحادنا سوا مع بعض. نعم. لأنه لولا بغير هذا الطريق ما فينا نوصل لأي مكان، وما فينا نكون أي قوة نذكر أو نأخذ بعين الاعتبار. يعني أكبر دليل على وجود المكون الإيزيدي أو بالأول الكردي ثم الإيزيدي في العمل على إنشاء الدستور. نعم. فهون لازم نحن نكون شعب واحد، ايد وحده وكلمه وحده لحتى يكون دعوة من حضرتك للاتحاد. شكرا 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 أستاذ عبير. أستاذ علي، كلمة أخيرة من حضرتك أيضا. طبعا انا بحب يعني الكلمه الاخيره تكون انه احنا لازم نكون واثقين على نحن اصحاب الارض، اصحاب الحق. فاحنا دائما بتملكنا دائما نوعا ما التململ، نحن بنتململ بنقول اوكي، وبعدين ما حدا عم يناصرنا، ما حدا عم يوقف جنبنا، دائما عم نشوف الامور بسوداويه. بس ولكن انا باكد في كثير اشخاص عم يشتغلوا على هذا الموضوع، في كثير منظمات عم تشتغل على موضوع انهاء الاحتلال او حتى فضح الانتهاكات اللي عم بتصير داخل هاي المناطق. في كثير اشخاص عم يشتغلوا من قلبهم بجديه مطلقه على انه كل شيء عم بيصير بهي المناطق المحتله على انه يتم ايجاد حلول لها. نحن دائما لازم نتفائل بالمستقبل. صح الامور اللي نحن عم نشوفها للاسف ما فيها كثير تفاؤل، بس ولكن تفاؤلنا بالمستقبل ومنح الثقه للاشخاص اللي عم بيشتغلوا بهذا الشان، هاي الخطوه اللي انا بشوفها الاهم، حتى فعلا نحن نوصل لمستقبل نقدر نعيش بسلام، حتى اطفالنا لما يولدوا يقدروا يعيشوا، بيقدروا يحكوا باللغه الكرديه بسلام، ويمارسوا طقوسهم الدينيه اللي بدهم اياها سواء كانت الحاديه ولا اديان اخرى. بالنهايه نحن بدنا وطن يحمينا، بدنا فعلا قوانين تحمينا وتنهي سلسله الابادات اللي صارت بحقنا وسلسله الانتهاكات اللي صارت. وكلمه كاخيره، انا بتشكركم كثير على هذا اللقاء، بتشكر بيف تي في، بتشكر طاقم الزملاء بالاداره خلف الكواليس. بتشكركم جدا، بتشكر كل الاشخاص العاملين معكم بهذه القناه. بنهاية الحلقة كل الشكر لك أستاذ علي عيسو، مدير مؤسسة أيزيدينا. كل الشكر لحضرتك أستاذة عبير علي، نائب رئيس جمعية التضامن ونائب رئيس المجلس المركزي الأيزيدي في ألمانيا. أضفتم الكثير إلى الحلقة. أعزائي المتابعين، بشكر تواجدكم معنا إلى الآن. عذرا لعدم استطاعت قراءة جميع التعليقات والأسئلة، لكن بكل تأكيد راح يتم الرد عليها من خلالي أو من خلال الضيوف على أسئلتكم، وراح نجاوب عليها. وشكر كبير للأساتذة اللي دعمونا طول الحلقة، الأستاذ خورشيد علي والأستاذ عبد الخان. وإلى حلقة قادمة، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.